السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. جايبالكم طريقة حلوة جدا لو عملتوها صح ان شاء الله هتلموا من المادة اللي انتوا عايزين تلموها في 3 ايام بس 90% او 95%، يعني 80 90 95 في الحدود دي. يعني مش هقولك ان انت هتلم المادة كلها، ولكن هتلم نسبة كبيرة من المادة اللي انت عايز تلمها وداخل على امتحانات فيها او هتمتحن فيها وانت معرفش اي حاجة في المادة دي. فلو عملت الخطوات دي اللي انا هقولك عليها في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله وباذن الله وباذن الواحد الاحد ان شاء الله هتلم 90% من الماده. تعالى كده اقولك على الثلاث خطوات اللي احنا هنعملهم عشان نمشي عليهم وعشان نلم اي ماده احنا عايزين نلمها في 3 ايام بس. يلا بينا. اول ستيب معانا، ودي ستيب مهمه جدا او هي اللي هتبدا بيها اصلا خطواتك في ان انت تذاكر وتعرف انت هتلم الماده ازاي، وهي ان انا اجمع امتحانات سابقه كتير جدا للماده اللي انا عايزه المها على قد ما اقدر. يعني اجمع مثلا 10 امتحانات، 8 امتحانات، 7 امتحانات. المهم ان انا اجمع امتحانات سابقه او امتحانات محافظات. يعني لو انت مثلا في ثالثه اعدادي، تانية اعدادي، بيبقى عندكم في الكتاب بتاعكم بيبقى فيه امتحانات المحافظات، محافظه الدقهليه، محافظه القاهره، محافظه اسوان، محافظه كذا وهكذا. يعني دي الامتحانات اللي انا عايزاك تجمعها. فاول حاجه انت هتعملها هي ان تجمع امتحانات على قد ما تقدر بتاعه السنين اللي عدت او بتاعه المحافظات عموما. تبدا ان انت تجمعها كده، لو هي في PDF وانت مش معاك الكتاب فصورها ورق. لو انت مش عايز تصورها فيفضل ان انت تكتبها بايدك، ودي الحاجه اللي انا بلجأ لها دلوقتي يا مس. لو انا معيش الكتاب ومش عارفه اجمع المحافظات دي من فين او الامتحانات دي من فين، اعمل ايه؟ تجيبها من على النت وتبدا ان انت تصورها، يا اما بقى تكتبها بخط ايدك، وده اللي انا بفضله في الحاله دي. ليه اقول لك تكتبها بخط ايدك؟ انا عارفه ان هو تعب، عارفه ان انت هتاخد وقت، عارفه ان ده كله هيبقى من الوقت بتاعك او من الوقت بتاع ال3 ايام. ازاي هلحق الم في 3 ايام يا مس ماده كامله وانت عايزاني اكتب المحافظات دول كلهم او ال10 محافظات؟ المحافظات دي هتاخد مني وقت، طبيعي جدا هتاخد منك وقت. ولكن عايزه اقول لك لما انت تعدي بخط ايدك وتكتب كل سؤال بخط ايدك وتقرا السؤال ده عشان تفهم انت بتكتب ايه، وتكتب السؤال ورا الحاجه اللي انت بتنقل منيها المحافظات دي او الاسئله دي، هتبدا دماغك تشتغل في اثناء ما انت بتكتب الاسئله، هتبدا عيونك تشوف الاسئله دي فتفضل فاكر الافكار دي او فاكر الاسئله دي ان هي عدت عليك. يعني من الاخر كده انا عايزاك تكتب الاسئله عشان بس في اثناء ما انت بتكتب الاسئله تبدا انت عارف كل سؤال عايز منك ايه. انت قريت السؤال واوريدي عارف السؤال ده مثلا فانهي حته في المنهج. انا عارفه ان انت ممكن ما يكونش عندك علم باي حاجه في المنهج ولسه عايز تلم الماده في 3 ايام زي ما قلت لك، ولكن انت لما تعدي على السؤال، لما تيجي بعد كده تذاكر الماده، وانا هقول لك هتعمل ايه بالظبط في المذاكره بتاعه الماده، انا عايزاك تذاكر الحاجات المهمه، الحاجات اللي جت في الاسئله اللي انت هتكتبها دلوقتي او في الاسئله اللي انت المفروض كتبتها من امتحانات المحافظات. المفروض ان الافكار اللي جت في الاسئله دي هي اللي انت بتبدا تركز عليها، هي اللي انت بتبدا تذاكر الاجزاء بتاعتها. الاجزاء مش السؤال والاجابه، لا، انت بتذاكر اجزاء في المنهج عندك بس مش كل اجزاء المنهج. فاللي انا شايفاه واللي ده انا بعمله على فكره حاليا وفي لحد دلوقتي انا في الكليه بتاعتي ببدا اعمل كده. لو اتزنقت في ماده او مادتين او 3، واوريدي انا بتزنق في كل المواد، مش ماده ولا 2 ولا 3، لا انا بتزنق في كل المواد. انتوا زي ما عارفين يعني الكليات احنا بنبقى شايفين لا اللي هو احنا المفروض نذاكر قبل الامتحانات وكده. يعني اصلا انا كليتي كليه متعبه جدا، وعايزه اقول لكم ان انتوا اصلا مش بتلاقوا وقت تذاكروا فيه. يعني انا بروح الصبح من الساعه 8 لحد الساعه 6 ولا الساعه 7 المغرب، فبالتالي انا مفيش وقت اذاكر. انا اوريدي برجع اصلا اترمي على السرير وانام. فيعني بنيجي نذاكر في اخر السنه او بنيجي نذاكر في اخر الترم اللي هو قبل الامتحانات مثلا بشهر، قبل الامتحانات ب 15 يوم بنبدا ان احنا نلم نفسينا. يعني الحمد لله يعني بكرم ربنا بتتلم وبنجيب تقديرات. الستيب رقم 2، الستيب التانية او الخطوة التانية هي ان انا بعد ما كتبت الامتحانات او بعد ما جمعت امتحانات بقدر كافي على قد ما اقدر، يعني اجمع امتحانات سابقة زي ما قلنا. الخطوة التانية بقى بعد ما جمعت الامتحانات او كتبت الامتحانات او صورت الامتحانات ايا كان، شوف انت عايز تعمل ايه. المهم ان الامتحانات دي تبقى ما بين ايديك كده، انت بتحل فيها وبتذاكر فيها، تمام؟ نبدأ بقى ايه بالخطوة اللي بعد كده. الخطوة اللي بعد كده وهي ان انت هتمسك سؤال سؤال، واوريدي لو انت كتبت الاسئلة زي ما قلت لك انت اوريدي كده انت عديت على الاسئلة، انت كده اصلا شفت كل سؤال عايز منك ايه. فتبدأ ان انت تمسك سؤال سؤال واحدة واحدة وتبدأ تدور على الحل بتاعه. طب هدور فين يا مس على الحل بتاعه؟ المهم يعني ان انت تجمع حل السؤال ده.
هل طب يا مس اكتفي بان انا اجمع الحل بتاع السؤال واحفظ حل السؤال وبس؟ لا طبعا، انا مش عايزاك تعمل كده. ما احنا لو عملنا كده يبقى احنا ما لميناش الماده وما استفدناش باي حاجه احنا عملناها. اسمع الكلام اللي انا هقوله لك بالظبط ونفذه بالظبط عشان تطلع باكبر قدر من الاستفاده، وعشان برضو تبقى انت لميت الماده، مش انت بس لا عديت على الامتحانات السابقه، لا تبقى انت برضو عندك خلفيه على الماده كلها. دلوقتي اللي انا عايزاك تعمله، في اثناء ما انت بتدور على الحل بتاع كل سؤال، لازم انت الحل ده تجيبه من كتاب الشرح. يفضل ان انت ما تجيبهوش من كتاب الاجابات، لان انت لو جبته من كتاب الاجابات هتكتفي بان انت تحفظ الاجابه، واوريدي انت مش عارف الاجابه دي جات ازاي. فانت هتبدا تجيب الحل بتاع كل سؤال من كتاب الشرح، مش من اي حته تانية او من على اليوتيوب. يعني لو في حد بيشرح الاجابات بتاعه المحافظات وكده فانت ممكن تسمع له. لو ما فيش فانت يفضل ان انت ترجع لكل سؤال تشوف السؤال ده عايز منك ايه وفي انهي جزئيه في المنهج وفي الدرس الكام، فتبدأ تفتح الدرس ده وتجيب الجزئية دي وتبدأ تذاكر الجزئية اللي فيها محل سؤال، تبدأ تذاكر الجزئية اللي هي بتاعت السؤال ده. طب انا دلوقتي ذاكرت الجزئيه يا مس وعرفت اجاوب على السؤال. طبعا انت بعد ما هتذاكر الجزئيه بتاعت السؤال ده هتروح ترجع تجاوب السؤال، هتلاقي نفسك انت اوريدي حليت السؤال، لان انت كده كده هتبقى فهمت الجزء اللي هو رحت تذاكره. مثلا لو انا عندي نص صفحه والنص صفحه دي عليها سؤال، فانا هبدا اذاكر النص صفحه. انت وبتذاكر هتلاقي ان كل سؤال بيرجعك لجزئيه معينه في المنهج بيبقى عليها موضع سؤال، فلما ترجع لكل جزئيه في المنهج وتذاكرها هتلاقي نفسك لميت المنهج كله او عديت على المنهج كله بمواضع مختلفه. يعني ايه بمواضع مختلفه يا مس؟ يعني انا مثلا عندي جزئيه في الدرس الاول، مثلا حته صغيره في الدرس الاول اتسالت فيها سؤالين، فانا هروح اذاكر الحته دي. ليه؟ لان الجزئيه دي هيجيك برضو عليها سؤال، هيجيك سؤال عليها بس بصيغه تانية، مش شرط تكون الاسئله زيها زي اللي انت اخدتها في الامتحانات او حلتها في الامتحانات، ولكن الجزئيه اللي انت ذاكرتها هي اللي هيجي عليها السؤال. السؤال بقى يجي بكذا شكل، يعني يجي اختر، يجي اكمل، يجي مثلا صح وغلط، يجي مثلا سؤال مقالي. فاثناء الحل بتاعك كل ما هتمسك سؤال هتبدا ان انت ترجع للحل بتاعه في كتاب الشرح، تبدا تذاكر الجزئيه اللي عليها السؤال ده كويس جدا، بحيث ان انت لو اتسالت على اي سؤال مثلا باي صيغه على الجزئيه دي، او اتسألت مثلا على الجزئية دي بس في حتة تانية، ولكن او اتسألت مثلا على الجزئية دي بس بصيغة تانية او بطريقة تانية، او طلب منك حاجة تانية غير اللي كان طالبها في الاول، فانت اوريدي كده كده انت ذاكرت الجزئية كلها، فانت هتعرف تجاوب. عشان كده انا بقولك ما ينفعش ان انت تاخد الاجابة بتاعت السؤال في المحافظات، يعني مثلا تمسك الاجابات وتحفظ سؤال واجابة، لا ما ينفعش الكلام ده. يعني انا مثلا عندي مثلا الدرس الاول في المنهج جالي مثلا على جزئين معينين بس في المنهج اسئله في الامتحانات، الاجزاء دي هي دي بس اللي انا اذاكرها، مش لازم اذاكر الدرس كله. انا مزنوق دلوقتي مش عايزه اذاكر الدرس كله من اوله لاخره. اللي عايزه اقوله لك كمان ان خصوصا لو كانت الاسئله دي مسائل، لو كانت مسائل فحاول ان انت تدور على الاجابه بتاعتها بالخطوات، وتبدا ان انت تعمل نفس الخطوات لحد ما توصل للاجابه اللي انت عايزها. تعمل نفس الخطوات وتحفظ الخطوات دي وتفهمها كويس، وتبدا ان انت تكررها على اي فكره سؤال هتجيك بنفس الطريقه. يعني انت ممكن الارقام تختلف عندك في كل امتحان، ممكن مثلا صيغه السؤال تختلف، ولكن هي نفس المعطيات اللي مديها لك بارقام تانية، وانت تبدا تحل بنفس الطريقه وبنفس الخطوات. فده هيسهل عليك كتير جدا ان انت تحفظ القوانين، ان انت تثبت المعلومات. انت لو مشيت على الخطوه دي اللي هي الخطوه التانية وتلاقي نفسك لميت كتير جدا من المنهج وعديت على اهم الحاجات اللي ممكن اصلا يجيك عليها اسئله. ما اعتقدش على فكره ان هم في الامتحانات اللي هتجيلكم ممكن يجيبوا لكم اسئله او افكار او اجزاء بره الاجزاء اللي هم جايبينها في الامتحانات اللي قبل كده. فانت تذاكر الامتحانات دي وتعرف الاجابات بتاعتها، واحنا ليه حلينا السؤال ده كده وليه ما حليناهوش بالطريقه دي، وليه انا اخترت الاجابه دي، وتبدا تدور على الشرح بتاع الاسئله دي، تبدا تدور على الشرح ده وتفهمه كويس، وهو ده اللي تذاكره. يعني مش هقولك تذاكر الماده كلها، لا انت تذاكر الاجزاء اللي عليها موضع اسئله بس. دلوقتي بقى احنا هنروح لستيب 3، الخطوه الثالثه.
ايه هي الخطوه الثالثه؟ انت كل اللي انا قلته ده بتعمله في كام يوم؟ 2. يعني اول يوم انت بتبدا تكتب الامتحانات، يعني حتى لو كتبت 3 امتحانات بس او 4 امتحانات او 5 امتحانات في اول يوم، ممكن تكمل في اليوم اللي بعده وتكتب مثلا 3 4 امتحانات تانيين، وهكذا. مش لازم تكتب كل الامتحانات في نفس اليوم عشان، ولكن تبدا تمسك من اول يوم، تمسك سؤال سؤال وتبدا تجيب الحل بتاعه، بحيث ان انت مثلا تحدد في اليوم مثلا ان انت تحل امتحان او 2، تمام، او 3. لو قدرت تحل 3 يبقى كويس جدا جدا، وهتخلص بسرعه وهتنجز كتير قوي. على الاقل لازم تحل في اليوم 3 امتحانات. على فكره عايزه اقولك ان انت هتلاقي الافكار بتتكرر، هتلاقي نفس الجزئيه اللي انت ذاكرتها مثلا هي في الامتحان اللي بعده، هي اللي في الامتحان اللي بعده، وهكذا. يعني فاهم؟ اللي هو مش هتبقى افكار كتير جديده. انت هتوصل مثلا الامتحان الثالث تلاقي على فكره الامتحان بنسبه 90% متشابه مع الامتحانات اللي انت حلتها، اللي هم الاول والثاني. الامتحانات على فكره بتتكرر، بس عايزه اقول لك ده بيحصل فين؟ ده بيحصل في اولى وثانيه وثالثه اعدادي بس. يعني لو انت في ثالثه اعدادي فاستغل الفرصه دي جدا، لان الامتحانات متشابهه جدا في الافكار بتاعتها وفي الليفل بتاعها، ومتشابهه في كل حاجه. حتى ممكن تلاقي على فكره يعني حتى صيغه السؤال ممكن يتشابهوا فيها، اللي هو حاطط لك اصلا السؤال كوبي بيست. يعني فاهم؟ اللي هو دي حاجه كويسه ان احنا نستغلها، وان احنا نضمن بيها درجات، ان احنا نحفظ الاسئله او نذاكر الاسئله المضمونه دي. وتاكد 100% ان الافكار دي او الامتحانات دي مش هيخرج عنها الامتحان بتاعك لو انت حليتهم كلهم بتركيز وبفهم، ذاكرت الاجزاء دي وحفظتها كويس، وعرفت انت ليه اخترت الاجابه دي وازاي حلينا السؤال ده، وهكذا. خصوصا في المسائل بتاعه الرياضه والمسائل بتاعه العلوم، في الافكار بتاعتهم على فكره بيكونوا متشابهين جدا. ومش عايزاك تقلق خالص من ماده العلوم. طبعا انتوا عارفين ان انا معاكم في ماده العلوم.